بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنتكلم على اجابه سؤال هبدا ازاي في مجال السيارات، وايه اللي مطلوب مني عشان انا لسه طالب في كليه، خريج باور، خريج ميكاترونكس او خريج سيارات وعايز ابدا في المجال. إيه اللي انا محتاجه؟ ايه اللي محتاج اركز عليه؟ احنا ان شاء الله هنبدا اسبوعيا خطوات من اول البدايه خالص لحد اعلى مستوى ان شاء الله في تشخيص الاعطال. فاحنا هنبدا نتكلم في اول حاجه. اي مجال او اي منتج عموما لازم تبقى عارف انت فين وهتتحرك لايه، او واللي انت عايزه ايه وامكانياتك انت ايه عشان تبدأ توظفها صح. عرفت توظف امكانياتك صح هتعرف توصل للي انت عايزه. فانا اول حاجة، اي منظومة سيارات، موبايلات، اي حاجة صناعية عبارة عن ايه؟ في مجال انتاج، ده رقم واحد. الانتاج ده بعد ما يتم انتاج منتج على العربية محتاج مبيعات، وبعد ما بتتم المبيعات لازم يبقى فيه خدمة ما بعد البيع. كل تركيزك وانت خارج من الكلية على خدمة ما بعد البيع، لكن المجالات التانية موجودة، الصناعات المغذية موجودة، المبيعات مجال كويس. فانت لازم تشوف انت حابب ايه وكمل في اللي انت حابه. ما يبقاش تركيزك انا خارج هندسة فانا هشتغل في ورشة. لو انت حابب الورشة اشتغل فيها، حابب المبيعات اشتغل فيها، حابب الانتاج اشتغل فيها، حابب تغير المجال كله غير، اشتغل في اللي تحبه. فالتلاتة دول مع بعض هم اللي بينجحوا أي منتج. يعني أنت دلوقتي لو اعتبرنا بعيدا عن مجال السيارات، أنت رايح تشتري موبايل، فأنت أول حاجة بتدور على البراند، البراند ده يكون كويس. تاني حاجة لو في مكان بيبيع كويس وعامل عروض وعامل ماركتينج وعامل الحاجات دي هتشتري منه. تالت حاجة هتفكر فيها الموبايل اللي أنا جبته ده لو حصل اتكسر ولا حاجة ممكن اصلحه فين؟ ما هو ده جزء كبير من تفكير الناس. انت نفسك لو رايح تشتري اي جهاز مثلا حتى لو في البيت هتدور على الحاجات دي، هتدور لو تشتري لابتوب هتدور ماركة، هتدور على مكان بيبيعه كويس وموثوق فيه، هتدور على خدمة الصيانة بعد كده، وعلى الاساس ده هتبدأ تشتري. تمام؟ فانت لازم تخلي دول في حسبانك على طول، حط نفسك على طول مكان اللي هيشتري. طيب انا دلوقتي التلات حاجات دول مجالات مفتوحة، ابدأ فيهم زي ما انت عايز. طيب نبدأ بقى نتكلم على الجزء بتاع خدمة ما بعد البيع. خدمة ما بعد البيع صيانة العربيات. عندي حاجة من الاتنين، لا إما الصيانة بتتم في مراكز خدمة معتمدة، سواء وكيل نفسه اللي هو الديلر أو سب ديلر اللي هو الوكيل المعتمد ده واخد من وكيل، وده بيكون طبعا في ضمان للشركة المصنعة، بيكون فيها عبارة عن مكنة فيها تروس كتير، وانت شغال انت في الوظيفة اللي انت موجود فيها ترس جوه مكنة، حاجات كتير جوه بعض. بس انت ليك وظيفة معينة، ليك خطوات معينة، ليك حدود معينة. وفي بقى المراكز الغير معتمدة اللي هي الورش او المراكز اللي موجودة بره، دي ما بفيش ضمان للوكيل. طيب انا اتخرجت لازم اشتغل هنا او اشتغل هنا؟ اشتغل في اللي تحبه واشتغل في الفرصة اللي هتجيلك. اول فرصة تجيلك ابدأ اشتغل. اي حاجة هتديك خبرات، وانت ما تتعود بعد كده مع الشغل هتلاقي ان الخبرات مش عدد سنين، الخبرات عدد تجارب. فانت تتخرج جرب هنا جرب هنا جرب هنا، كل ده هيبقى بالنسبة لك خبرة هتفيدك. حتى لو اتخرجت وما لقيتش شغل في مجال الهندسة وقدامك شغل في مجال تاني، اشتغله ودور وانت شغال. الشغل والاحتكاك والتجارب هتفيدك كتير جدا مع الدراسة النظرية. النظرية مهمة بس برضو التجارب مهمة. طيب في التوكيل بيبقى عبارة عن ايه؟ الوكيل بيتقسم لخمس اجزاء. انا عندك الاونر او الشركة او رئيس مجلس الادارة، وبعد كده في جنرال مانجر تحتيه، وفي عندك خمس اقسام. كل قسم بيكون ليه مدير خاص بيه او فرع فيه مدير خاص بيه. يعني احنا قلنا عندنا مجال مبيعات، فهتلاقي المبيعات دي بتنقسم لا اما مبيعات جديدة، ده مجال موجود، لا اما
مبيعات سيارات مستعملة، هتلاقي عندك جزء السمكرة والدهان، وده مجال حلو جدا ممكن تبدأ فيه. هتلاقي الجزء بتاع قطع الغيار والجزء بتاع السبلاي تشين، وده انت ممكن تبدأ فيه مجال منفصل، وهتقدر كمان مش هتبقى متحدد بمجال سيارات، معاك الدنيا هتبقى أوسع بكتير. وعندك مجال الصيانة، ده 5 مجالات، ده في الوكيل. طيب في ده كل واحد ليه بقى دور وليه وظيفة وليه مهام محددة وليه تايتل وليه كل حاجة. الريسك هنا بيبقى قليل. في عندك بقى مراكز غير معتمدة. مراكز غير معتمدة دي أو ورش بيبقى لا إما صاحب الورشة لا إما مديرها وصف فني وصف إداري. الموضوع هنا هتاخد منه خبرات فنية كبيرة جدا، أكبر من التوكيلات حرفيا. لكن في التوكيلات هتاخد خبرات إدارية أكبر بكتير من السوق. فأنت لازم تتعلم الجزء ده وتتعلم الجزء ده. طب إيه اللي بينجح التوكيلات؟ الإدارة أقوى من الجزء الفني، أو بمعنى أصح في التوكيلات أنت بتدير الفنيات، لكن في الورش أنت بتبيع فنيات. فهي الفكرة بقى إزاي تبيع. ده هيبقى متاح عندك وده هيبقى متاح عندك. اللي يجي قدامك اتعلمه، واللي تحبه كمل فيه. في الحالتين انت على طول بتدور على رضا العملاء. طيب بدور على رضا العميل ليه؟ انت سواء بقى توكيل او سواء ورشة او سواء فاتح محل قطع غيار، طول ما انت عندك العميل مبسوط منك هيكمل معاك، هيرجع تاني. لو انت توكيل هيرجع يأثر معاك في الحوافز لو في سيستم محترم في التوكيل. لو انت في ورشة والعميل عندك بيجي هيجيب لك عميل تاني وهيجيب لك عميل تالت وهيجيب لك عميل رابع. فانت بتبقى عايز توصل لرضا العملاء عشان تكسب فلوس. ده الهدف معايا الاساسي الاول، وده اللي لازم تبقى حاطه في دماغك اول ما تتخرج. انت هتشتغل عشان فلوس. طب تقول اه لا انا لازم اخد خبرات، ماشي خد خبرات وخد فلوس. دور على الاتنين واكسب الاتنين، لانك لو هتدور على حاجة واحدة هتخسر. طيب انا دلوقتي عشان اوصل لرضا العملاء ده، حط نفسك مكان العميل. في شوية حاجات لازم. انا دلوقتي هصلح زي ما بقول لك، اعتبر ان انت مجال السيارات ده انت معاك زي الموبايل اللي في معاك او لابتوب. عندك لابتوب حصل له مشكلة، هاردوير مثلا، مشكلة سوفت وير، وهتديه مركز صيانة. اول حاجة لازم هتدور ان مركز الصيانة ده يصلحه لك في اسرع وقت، ويكون الاصلاح بتاعه انت موثوق ان هو تم اصلاحه بشكل كويس. تاني حاجة الراجل هيتعامل معاك وهو بيستقبل منك اللابتوب يكون كويس، بيتعامل معاك وخايف على حاجتك ومديك الاحساس ده، فانت هتحب تتعامل معاه. تالت حاجة ان انت لو حصل معاك مشكلة بعد كده او حتى في الموجود وهو بيصلح لك، يقدر يوصل لك النصيحة اللي بيقولك انت ممكن تصلح دي، عندك محتاجة ممكن تزود دي، لا ممكن تأجل دي. او حتى لو حصل لك عطل بعد كده تقدر تتواصل معاه على التليفون ويقدر يقدم لك النصايح اللي انت عايزها. فدول 3 حاجات بسيط جدا لازم تبقى حاطط عينك عليهم. هتلاقي ال3 حاجات دول مفهومش اي حاجة فنية. يعني ايه؟ يعني دي مهارات انت محتاجها عشان تعرف تدير خدمة تطلعها بسرعة وتطلعها مضمونة. محتاج مهارات تعرف تتعامل مع عميل، ومحتاج مهارات حتى منها ان انت تعرف وانت بتتكلم مع عميل في التليفون ازاي توصل معاه ان العميل ده يبقى راضي ومبسوط ويجيلك تاني وتالت ورابع. طيب اول ما تتخرج هتلاقي قدامك 3 مجالات. دول معظم اللي موجود في مصر، ده معظم المتاح. لا اما هتلاقي شركات لو انت عايز تشتغل في مجال سيارات طالبه مهندس استقبال، لا اما طالبين تيم ليدر مهندس ورشه، لا اما طالبين مهندس ضمان. طب في مجالات تاني غير دول؟ في عندك التدريب، في عندك قطع الغيار، في عندك دول طبعا خاضعين الاستقبال. والورشه برضك موجود من ضمنهم السمكره والدهان. يعني مش شرط ورشه انها صيانه واصلاح للمكنه والصيانه والزيت وفلتر، لا، خلي الموضوع اشمل. ممكن تلاقي حاجه في مجال مبيعات ويعجبك وتكمل فيه، لكن الاغلب بتلاقي دول الحاجات المطلوبه منهم. طيب تعال نبص على ايه الحاجات اللي الشركه. انا دلوقتي لو هعين مهندس استقبال، انا عايز ابص ايه الحاجات المهارات اللي فيه محتاجها. اول حاجه محتاج منه انه يقدر يعمل علاقات كويسه مع العملاء.
علاقات بقى تبقى بشكل صداقة، بس في الاخر عميل عميل، وانت كمهندس موظف شركة لازم تفرق بين الاتنين، بس لازم تعمل معاه علاقات كويسة بشكل ان انت تكون فريندلي. تقدر بعد كده لو في مشكلة تقدر تهندل العميل، تقدر تتعامل تتواصل معاه، تقدر تحل اي مشكلة، تأجله، صيانة اتأخرت، قطع غيار مش موجودة. دي مهمة جدا. تاني حاجة انك تكون قادر ان انت تبيع للعميل. تبيع له طبعا حلال، يعني مش هتبيع له مثلا حاجة ما تكونش عنده هتبيعها له على الفاضي، لا. تقدر تبيع له خدمة الصيانة، تقدر تبيع له ضمان مثلا ممتد، تقدر تبيع له لو في اكسسوارات عندك في التوكيل تقدر تبيعها. ايا كان بقى انت ايه، لازم يكون عندك وانت مهندس استقبال حته كده مبيعات. الحته دي مهمه جدا. تالت حاجه تكون عندك خبره فنيه، بس الخبره الفنيه هنا انت تكون عارف انت بتبيع ايه، ومش شرط تكون متعمق فيه، هي بس محتاج معرفه بالمنتج. طيب تعالى لمهندس الورشه. مهندس الورشه لو انت هتبدا لسه جديد لازم تكون عندك معرفه تكنولوجيا وصيانه مهمه جدا في البدايه. دي نقطة مهمة جدا جدا. يعني هنا لو احنا قلنا خبرات الفنية ادي 1 2 3، لو قلنا عايزين نقسمهم 100% هتبقى انت محتاج ده 50%، ده 30 وممكن يوصل 35%، وده هنا 20% او اقل او 15%. دي الخبرة الفنية اللي مركز انت عليها. طيب تعالى على مهندس الورشة. لازم يكون عندك خبرة فنية، دي مهمة، توصل ل35%. ولازم يكون عندك بقى مهارات ان انت تدير استاف تحتيك، دي مهمة جدا، وتبقى 35% تانية. وفي عندك مهارات بقى الإدارية جوه الورشة، وازاي التنظيم وازاي تراقب الحاجة. المهارات الإدارية دي هنقول 30%. طب أنا بقى اتخرجت من كلية ورايح أدور على كورسات ومركز على ده 30%، ركزت على ده. أنا جالي حد خبرة فنية 20%، خبرة إدارية 20%، خبرة إدارة فنيين 20%، محصلة 60% مثلا. وجالي واحد تاني خبرة فنية ممتازة 35%. وإنه يدير تيم مش موجود عنده، الجزء الإداري عنده مش موجود، يبقى المحصلة كام؟ 35%. يبقى أنا هاخد مين؟ هاخد 60% ده طبعا، لأن هو توتال أحسن لي. ومن الحاجات المهمة جدا وأنت بتبدأ تشتغل، أنت دلوقتي ماشي في مصر، ممكن تتعامل مع شركة، تتعامل مع حد خارج مصر، تتعامل مع تسافر بره مصر، ايا كان هتعمل ايه. محتاج اللغة. اولا هتسهل معاك جدا ان انت هتلاقي كل المصادر اللي انت بتتعامل معاها باللغة الانجليزية. هتتواصل مع حد من بره تتواصل معاه، لو هو عربي هتتكلم معاه عربي عادي، لو هو غير عربي هتتكلم معاه اللغة. فدي بند مهم جدا لازم تركز عليه. تالت حاجة الفرصة اللي بتلاقيها متاحة قدامك وانت لسه متخرج، مهندس الضمان. مهندس الضمان ده لازم يكون عنده معرفة فنية. ليه؟ لأن هو بيتابع الحالات بتاعة الضمان. فده لازم يكون عنده تركيز عالي جدا، ولازم يكون عنده خبرة فنية، ولازم يكون حد هادي وصبور. فانت لازم تشوف عندك وانت بتبدأ تدور على الكارير بتاعك ايه اللي انت حابه. ولو انت بصيت للحاجات اللي فيها بقى ترقيات وفيها حاجات ان انت لو مركز ان انت تشتغل كموظف جوه شركة، طبعا الاستقبال ده بتكون الكارير بتاعه اسرع ان انت توصل ترقيات اعلى، لان انت بتبقى شامل وباصص على البيزنس بشكل اكبر. لو انت بتدور على شغل خاص، طبعا انت لازم تبدأ ورشة، بعد كده لازم تتجه للجزء ده. لان عندك طول لو فتحت مركز خاص او اشتغلت بيزنس خاص وانت عندك المهارات دي والمهارات دي مش موجودة، المحصلة صفر. تمام. فلازم تبقى عارف انت الجزء الفني عندك هو جزء من جوه جزء، نسبة لنسبة، ما تخسرش نسبة قصاد نسبة. طيب تعالى نتكلم بقى على شوية مبادئ كده أساسية، هتلاقي مفهومش حاجة فنية خالص، بس دول لازم تبقى عارفهم سواء اشتغلت استقبال أو ورشة أو ضمان، تبقى حاطط عينك عليهم. أول حاجة
انت رايح دلوقتي حد جاي لك في مركز، لازم تكون لازم يكون مركز. طبعا انت في الاخر العين بتشتري اول حاجه، دخل لقى المكان مكان مظهر احترافي، الارضيه مثلا لو مراكز غير معتمده، المعتمده ده ستاندر لازم يمشي عليه. لازم تكون ورشه نظيفه في مكان كويس للعملاء، الفنيين يكون ليهم يونيفورم ثابت. الحاجات دي كلها تفرق معاك حتى وانت بتبيع للعميل، تفرق معاك في المصنعيات، تفرق معاك في الجزء اللي انت بتبيعه هتكسب منه قد ايه. فلازم يكون المظهر احترافي ده على قد ما تقدر تحافظ عليه لكل الستاف الموجود معاك. تاني حاجة لازم تحافظ على نظافة العربية، ده من المظاهر الاحترافية. انا جبت لك دلوقتي عربيتي فيها مشكلة او تعمل صيانة، حليت لي المشكلة او عملت لي الصيانة ولقيت العربية من جوه مشحمة ومبهدلة وراح اصرف عليها غسيل، اصرف عليها مبلغ تاني، انا مش هبقى طالع مبسوط، مش هجيلك تاني رغم ان انت حليت لي المشكلة بتاعتي، رغم ان انت عملت لي الصيانة بشكل كويس. فالحاجات دي مهمة جدا. تاني حاجة يعني من تالت حاجة بقى ان انت لازم سيفتي جوه الورشة. ما ينفعش يبقى زيت مدلوق، ما ينفعش حد يبقى شغال على حجر جلخ وفيه على الارض زيت او مادة بنزين، ما ينفعش فني يبقى مش شغال، يعني يبقى شغال مش لابس سيفتي، ما ينفعش حد عمال يشتغل مش بإهمال. لازم تركز على الحاجات دي بشكل كبير جدا. ولازم وانت جوه الورشة، انت في الاخر مهندس ورشة، انت بتدير فنيين وبتدير جزء اداري، لازم تبدأ تخطط وتعمل اعداد. بمعنى انا عندي مثلا، تعالى بالحتة دي مهمة جدا، انا عندي الورشة مثلا 3 باكيات اللي هي 3 وناش مثلا، تمام. انا عندي سيارة جاية تعمل زيت وفلتر، وعندي سيارة هتفك مكنة، وعندي سيارة هتغير تيل. لازم وانت بتبقى عينك على الورشة تعرف ايه اللي هتدخله الاول عشان ما يعطلكش. يعني ما يجيش مثلا العميل دخل عربية حاطط جاي يعمل صيانة وانت قفلت له عليها بمكنة وعربية تفك مكنة، طب انت كده العميل مش هيبقى مبسوط حتى لو عملت انت ايه. لازم تنسق المواعيد اللي عندك، لازم تعمل فلو كويس، تعرف امتى تشتغل في دي وامتى تأجل دي وامتى توزع لكل واحد على المهارات بتاعته. انت مش بتصلح، انت بتدير صيانة، انت مهندس ورشة بتدير ورشة، مش بتصلح. بس لازم يبقى عندك خبرة فنية طبعا. وبعد كده من الحاجات المهمة جدا جدا ان انت على طول التزم بالمواعيد، مواعيد بقى حضورك، مواعيد انصرافك، مواعيد تسليم. لو انت هتدي العميل ميعاد تسليم لازم تبقى ملتزم بيه وتنسق وتدير ورشتك عشان تحافظ على المواعيد اللي انت عايزها. ده مهم جدا جدا، طبعا بيخلي العميل مبسوط وبيريحك. انت طول ما انت منسق شغلك تعرف تطلع بأعلى جودة ممكنة. بعد ما تخلص الشغل لازم تعمل فاينل كنترول، سواء لو انت مثلا مركز كبير هتجيب حد للجزء ده، وممكن تاخد صنايعي قديم خبرة تعينه للجزء ده، او تعمله انت بنفسك. الجزء ده مهم جدا ليه؟ انت شغال في مجال فني، في اخطاء لازم يكون في اخطاء، لو ما فيش اخطاء هيكون في كارثة. يعني خدها قاعدة كده، خطأ موجود بس الخطأ بنسبة. طيب انا عشان اقلل نسبة الخطأ دي اعمل ايه؟ اعمل مراجعة. وارد جدا يكون فني هو شغال في حاجة ما قفلش مع مسمار، ما عملهاش ما صلحهاش كويس، في حاجة ظهرت جديدة. فانت عشان تعمل فاينل كنترول ده مهم جدا جدا. فاحنا الجزء اللي اتكلمنا فيه البسيط ده قوي كده، اتكلمنا ان انت عندك اي حاجة عبارة عن نسب، ما تركزش على الجزء الفني وتسيب الباقي. لو احنا قلنا هنا انت ظبطت ووصلت فيه 100% والباقي عندك باقي المهارات صفر، يبقى انت كده غلط. وان شاء الله والتوفيق للجميع ان شاء الله.